ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو ده تاني فيديو من سلسلة فيديوهات رمضان. الفيديو ده مخصوص لمرضى مقاومة الانسولين، تكيسات المبايض، ومرضى السكر النوع التاني. لو انتوا من الاشخاص دول تابعوا الفيديو للاخر. لازم تعرف ان انت كمريض سكر النوع التاني ومقاومه انسولين وتكيسات مبايض، فانت الصيام مفيد جدا ليك لانه بيحسن من حساسيه الخلايا لهرمون الانسولين. عشان كده اوعى تضيع فايده الصيام. خلينا نعرف وانت صايم بيحصل ايه في جسمك. وانت صايم السكر بيقل قوي في جسمك، وبالتالي هرمون الانسولين بيقل قوي. دي بتكون حاجه كويسه جدا لمرضى مقاومه الانسولين والسكر وتكيسات المبايض. ولكن الجسم بيجي ساعه الفطار بيكون مستني اول حاجه انت هتاخدها وبيبدا يتصرف على اساسها. عشان كده اوعى تبدا فطارك بالاكلات او المشروبات دي. ايه السبب؟ لان الاكلات او المشروبات دي بتكون مليانه سكر، عشان كده هترفع عندك سكر الدم بسرعه جدا، لان هو سكر سريع الامتصاص. ونتيجه ان سكر الدم عالي عندك فجاه، هيبدا جسمك يطلع هرمون الانسولين بكميات كبيره وبسرعه جدا، فيبدا هرمون الانسولين يعلى جدا في دمك برضو. ودي حاجه ما ينفعش تحصل لمريض مقاومه الانسولين وتكيسات المبايض ومريض سكر النوع التاني. بتبقى من اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل له. المفروض اصلا ان هو يتجنبها، لان انت اصلا عندك مشكله في هرمون الانسولين. الخلايا عندك مش حاسه بيه، وبالتالي الانسولين مش قادر يدخل السكر العالي الموجود في الدم ده لجوه الخليه عشان الخليه تبدا تستخدمه كمصدر للطاقه. فانت لو عملت كده فتبقى بترهق جسمك، بترهق البنكرياس بتاعك، بتزود مقاومه الانسولين عندك، وبتزود حالتك، كمان بتزيد في الوزن. طيب ايه الحل؟ لو انت حابب تاخد حاجه من الحاجات دي، تقدر اولا تكسر صيامك على حاجه زي السلطه والبروتين بتاعك مثلا شوربه، وبعد كده تاخد التمر بتاعك او العصير الفريش. بس انا انصحك ان انت ما تاخدش كميات كبيره منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه